هي ايه قصة سبائك الفضة اللي طالعة ترندنج جدا الفترة دي؟ ويا ترى نستثمر فيها ولا لا؟ عشان نعرف نستثمر في الذهب ولا الفضة لازم نعرف الريشيو ما بين الذهب وما بين الفضة، والمعدل ده اسمه جولد سيلفر ريشيو، اللي هو بكل بساطة انت محتاج كام سبيكة فضة عشان تساوي في سعرها سعر السبيكة الذهب، لأن في الطبيعي مفروض لكل 100 سبيكة فضة تعمل سبيكة ذهب، بس طبعا المعدل ده ما وصلنالوش إلا 4 مرات بس، وكلهم أوقات حروب وكوارث، سواء كانت الحرب العالمية الثانية أو الكساد في الاقتصاد أو حتى في الكورونا، وده لأن دايما الذهب بيبقى هو الملاذ الآمن لكل المستثمرين ولكل الدول ولكل البنوك المركزية، فالسحب والطلب عليه جامد جدا، وبالتالي الفرق بينه دلوقتي وما بين الفضة بقى كبير جدا ووصل تقريبا كاسر ال 800 ضعف، وعشان كده الخبراء بيتوقعوا ان الفضة لازم سعرها هيغلى وهتعمل طفرة كبيرة جدا، فمن هنا بدأوا يقولوا للناس ابدأوا اشتروا فضة، لان تقريبا كيلو الفضة بيعمل حوالي 60,000 جنيه، وعلى فكرة الفضة موجودة عندنا في السوق عادي جدا، وشركة BTC بتعمل فضة وسبايك كيلوهات وانصص وكل اللي انتوا عايزينه، وكله عليه الدمغة بتاعته. بس المشكلة الحقيقية في الفضة إن هي معلهاش سحب كتير، فالفضة ملاذ آمن واستثمار طويل الأجل، يعني بنتكلم دايما في 10 سنين وانت طالع، والتركة هنا في الفضة إن وقت ما السعر بتاعها يبدأ يزيد يبقى هو عنده احتياطي كبير من الفضة شريك ببلاش. لما جرام الفضة دلوقتي اللي ب60 جنيه يوصل بعد شوية ل 300 جنيه ولا 400 جنيه، ساعتها الكيلو هيعمل طفرة كبيرة جدا، ومن هنا طلع الترند، ومن هنا الناس كلها بتتكلم عن الفضة. بس أنا لسه مقتنع إن الذهب استثمار متوسط الأجل، يعني من سنة وانت طالع، أقل من سنة تو ريسكي، لازم تبقى مذاكر السوق كويس، انما الفضة كده كده 10 سنين. انا الفضة بالنسبة لي ليها مثال شهير جدا بقوله، زي زمان لما طلعت المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء اكتوبر او الشيخ زايد او حتى الشروق والتجمع ومدينتي وكل الاماكن دي، كانت الاسعار فيها رخيصة جدا، بس كانت صحراء والناس بتخاف تروحها. اللي اشترى هناك عرف يعمل مكسب كبير جدا وفترة من 5 ل 10 سنين. ليه؟ لان الترند جاله، بقت التجمع النهارده احسن مدينه، وبقت الشيخ زايد دلوقتي زحمه على طول. هو ده التشبيه بالنسبه لي. فلو عايز تستثمر دايما نوع ما بين استثماراتك، ما تخليش كله ذهب وما تخليش كله فضه، ولو تقدر تخش في العقارات كمان الحق هات. وبس كده، قولوا لنا في الكومنتس اشتريتوا فضة ولا لسه ماسكين في الذهب؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.